مطعم عم احمد اللي موجود في طوخ اول سور محلات الساحه، واللي بقاله اكتر من 30 سنه شغال وبيعمل حواوشي على قديمه وعلى ابوه زي ما بيقولوا. فتعالوا نشوف ونجرب الحواوشي وحكايته هنا. المطعم بيعمل حواوشي من سنه 1991 وبدا بصنف واحد اللي هو اللحمه، وكان سعره وقتها 75 قرش. وفي سنه 2016 قرر يعمل انواع تانية كتير، واللي يقال ان اكترهم شعبيه هنا حواوشي الميكس جبن وحواوشي الفراخ. والمطعم فعلا شكله ليه قصه وكفاح، وباين من الاجواء لما دخلت علشان اطلب ولقيت تصميم المكان والترابيزات عليها عبارات لذيذه كده هتفتح نفسك وتديك ثقه في المكان وتشجعك انك تجرب الحواوشي. وكان معايا احمد صاحبي اللي اتشجع فعلا وقرر انه يخوض التجربه معايا، ودخل دخلته وشمر وقال لي فين الحواوشي فين علشان اكله بايديا الاتنين، او هربان من حد مش متاكد. فطمنته وقلت له اقعد بس يا احمد، دلوقتي هناكل الحواوشي بتاع عم احمد وهروق عليك. المنيو كان فيه تقريبا حوالي 16 نوع حواوشي مختلفين، فقلنا هنجرب 8 ومره تانية نبقى نجرب الباقي. فطلبنا حواوشي لحمه وبسطرمه بالجبنه وكبده وفراخ ميكس جبن وسجق ميكس جبن وخضار وميكس جبن وحواوشي هالابينو. هنشوفهم واحد واحد دلوقتي ونبدا نفتح ونشوف الكلام على ايه. على هادي صلانسيه. شكل الرغيف كان باين ان هو على اصوله، رغيف عتيق وكبير والريحه كمان جمدان. هنجرب 4 ب4 وهندخل اول جوله برغيف حواوشي الكبده، واللي بيكون محشي قطع كبده بخلطه عم احمد، وكان سعره 20 جنيه. ورغيف حواوشي البسطرمه بالجبنه، واللي عباره عن شرايح البسطرمه على اللحمه وسايح عليهم جبنه، وكان سعره 38 جنيه. ورغيف حواوشي ميكس جبن، واللي جواه جبنه شيدر وجبنه رومي وموتزاريلا فوق اللحمه، وكان سعره 35 جنيه. ورغيف حواوشي فراخ ميكس جبن، وده فيه قطع الفراخ المتبله بخلطه عم احمد وغرقانه وسط الجبنه، وكان سعره 37 جنيه. طلبنا 2 طحينه علشان ندلع الحواوشي معانا، وبالمناسبه الطحينه والسلطه هنا تبع الاضافات لكن مش غاليين، الطحينه ب5 جنيه والسلطه ب3 جنيه. ودلوقتي جاهزين وهنسمي وندوق علشان الكلام يروق. هنبدا الجوله الاولى ونشوف رغيف حواوشي البسطرمه بالجبنه ونشارك بعض. كان مليان حشو وطعم البسطرمه فيه شديد قوي وباين، بس كان بالنسبه لي حادق شويه لكن عجب احمد جدا. بعد كده احمد هيدخل على رغيف الحواوشي الميكس جبن فراخ ويديله لايك قوي ويشرب شويه ميه علشان يفصل، ويخش على اللي بعده حواوشي الميكس جبن ويديله لايك اقوى واشد، وياخده على الطحينه ويقول له انت ليا مش لحد. وبعدها ياخد ربع رغيف الكبده ويقول له تعالى في بق اخوك علشان تخلينا اروق، ويديله لايك رايق ويخش بيه برضه على الطحينه، ويحدف وراه حته فلفل شطه علشان يسخن. ويعترف لي لما سالته ايه اكتر واحد عجبك، ويقول لي والله يا اخويا كلهم جامدين، بس اللي علم معايا جامد كبده بسطرمه فوق الخيال، كمان طلع كلهم جامدين باذن الله. ويلا نخش على اللي بعده، يلا بينا. بس قبل ما احمد يخش على اللي بعده هقول رايي في السريع بعد ما ادخل جولتي واجرب ال3 انواع الباقيين. وهبدا بالميكس جبن. الميكس جبن صح؟ عالي قوي. وبعده الفراخ ميكس جبن واديله لايك. واخر حاجه في الجوله حواوشي الكبده، وكان جامد جدا. وبالنسبه لي كان برضو الكبده ومعاه الميكس جبن، وفي العموم كلهم طعمهم تحفه جدا وجديد عليا. وفي الجوله الثانيه احمد هيدخل برضو باول حاجه بالحواوشي اللحمه الساده، ومكوناته باينه من اسمه حواوشي لحمه ساده بخلطه وطريقه عم احمد، وكان سعره 25 جنيه. ويدخل احمد بربع الرغيف يعمله زي الدركسيون ويقول له اتفضل في الصالون، ويتحول لتنين وشكله كده هيطلع نار من سخونيه الحواوشي، فهيبرد بمعلقه سلطه ويقول نكمل بقى. ويدخل على الطحينه دخله متينه، ويودعه ويروح لرغيف السجق ميكس جبن، اللي كان عباره عن مفروم السجق بخلطه وطريقه عم احمد، والسجق كان دايب مع الجبن، وكان سعره 26 جنيه. وياخد احمد قطمتين، واحده شمال وواحده يمين، ويخش على حواوشي الخضار اللي مليان فيتامين، اللي كان شرايح الطماطم والفلفل فوق اللحمه، وكان سعره 28 جنيه. وياخد قطمتين مره ساده ومره بالطحينه، ويعمل 3 لايك كبار. وبعدها جه دوري علشان اشوف ايه الحوار. هبدا الجوله بحواوشي اللحمه الساده اللي كانت جمدان يا ساده. حابب اتكلم بسرعه عن الطحينه علشان حاسس انها باينه لكم انها خفيفه. هي فعلا كانت خفيفه لكن معموله بطريقه رايقه قوي، عليها اضافات خاصه بيهم، واللي حسيته ان طعمها ميكس بين الطحينه المعروفه وطعم المرطه او السمنه البلدي مع شويه توابل وبهارات فوقيهم، وحاجه كده عظمه جدا. والسلطه كمان كان طعمها مظبوط جدا، وقلت ان شكل كل حاجه هنا عتيقه. ودخلت على اللي بعده حواوشي السجق ميكس جبن، وعلم معايا قوي وكان طعمه مميز جدا. وهفصل بشويه ميه واشوف اللي بعده حواوشي الخضار، واللي كان بالنسبه لي طعمه دمار، وعجبني اكتر من اللحمه الساده، وعجبني اكتر من السجق كمان تقريبا. واخر حاجه بقى حواوشي هالابينو، واللي هجربه انا الاول. وده كان عباره عن رغيف سليم جواه جبنه شيدر على الرومي على موتزاريلا مع الهالابينو والفلفل والطماطم، بس من غير لحمه. حاجه كده لعشاق الميكس جبن الساده، والحاجه الدسمه شويه، وكان سعره 12 جنيه بس. كان طعمه قوي قوي ودسم، وعمل لي زغزغه في الدماغ، ووقع على هدومي من كتر ما كان باظظ، بس كان تقيل بالنسبه لي وما قدرتش اكمله.
وكان اكتر 2 عجبوني في الجوله التانية لحمه بالخضار والسجق ميكس جبن. بعد كده احمد خد الهلابين وقال لي بقى يا عم جربوا بقى، جربوا انا بقى عشان ايه. وانصدم من طعمه وقوته وحبه. تحب انت الحاجات الدسمه دي صح؟ طلعني فوق. سيبولي ده بتاعي بقى. هنقعد نضرب بقى، وهقول لكم كمان على مفاجأة في الآخر. تجربة الحواوشي في مطعم عم أحمد كانت بالنسبة لي حلوة قوي. طعم الحواوشي مميز جدا وجديد عليا، وبالنسبة للأسعار مناسبة قوي كمان. والأكل هنا يطمنك وطعمه أصلي، والدليل إنهم ما شاء الله مستمرين بقالهم أكتر من 30 سنة. وأتمنى لهم التوفيق دايما، ويا ريت لو يفتحوا فروع تانية في كل مكان في مصر علشان يتعرفوا أكتر، لأنهم يستحقوا الصراحة إنهم ينتشروا، ويستحقوا إن الناس كلها كمان في مصر تعرفهم وتجرب الحواوشي بتاع عم أحمد. وعرفت كمان إن ليهم زباين بيجوا لهم من بره طوخ، خصوصا من بنها، وعلشان كده عملوا التوصيل لبنها بنص الثمن لاخر شهر 3. ويوم الخميس هو الاجازه الاسبوعيه للمحل، فممكن تروحوا الجمعه او السبت او اي يوم انتوا فاضيين فيه وتجربوا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. والناس اللي جربت الحواوشي عند عم احمد برضو تقول لي رايها وايه اكتر نوع عجبهم. ومع السلامه، وحواوشي عم احمد ساب في مخنا علامه. اكتر واحد عجبك فيه كله؟ البسطرمة. بسطرمه. بسطرمه اكتر حاجه عجبك. والفراخ برضه. فراخ. الفراخ. فراخ.